السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. سنه سعيده عليكم، سنه هجريه سعيده على الجميع. بما ان عاشوراء هذه وضروري من الفقاقسات، فبغيت نشارك معكم هاد جوج الانواع ديال الفقاص اللي هو مسوس بالشكلاط وفقاص ديال الزبيب واللوز. فقاقسات اللي هما كيجيو زوينين ساهلين ورخاصين في المقادير ديالهم، يعني ما عندهمش شي تكلفه اللي هي كبيره، خاصه انني مده طويله ما حطيتش شي فيديو في القناه، فقلت علاش لا انني نشارك معكم هاد الوصفات، خاصه ان الوصفه ديال سميتو فقاص بالزبيب واللوز انا ديجا مشاركه معكم هذه عامين، ولكن قلت علاش لا انني نعاود نشاركها معكم. بالنسبه للمقادير ديال الفقيقسات بالشكلاط، غادي نحتاجوا الكميه ديال اللوز ايفيلي اللي هي متوفره عندكم، خماره ديال الحلوى، 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو يكون من نوعيه جيده، 3 ديال البيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، قبيصه ديال الملحه، شويه الفاني. انا عندي هنايا الفاني بودر، ممكن تستعملوا سكر فاني وممكن انكم تستعملوا فاني السائله. والطحين راه عندي 500 غرام بالضبط، هي اللي هزت ليا هاد الوصفه هذه، وبطبيعه الحال كتبقى الكميه على حسب النوعيه ديال الطحين. حنا نخدموا شويه بشويه ونردوا البال الى خصنا نزيدو كان زايد، يعني نخليو العجينه تكون مزيانه. اول حاجه غادي نديروها اننا في واحد القصريه اولا واحد زلافه اولا واحد البول، غنديرو فيهم كاع داكشي السائل، البيض، الحليب، الزيت، سنيده، والقبيصه ديال الملح ضروري، وغير بهذا بالطراب اليدوي نبداو اننا كنخلطوا تنسجموا المكونات مع بعضياتهم. غادي نضيفوا ليهم فاني بطبيعه الحال باش يحيد ديك النسمه ديال الزفوره ديال البيض، ومن بعد غادي نضيف هنايا اللوز ايفيلي. اللوز ايفيلي على حسب الكميه اللي عندكم، انا عندي هنايا شريت 10 ديال الدراهم، نقصت منها واحد شويه ودرت الشيء الاخر في هذه الوصفه هذه. هنايا من بعد ما خلطت السوائل كاملين ومعهم اللوز، غادي نبدا انني كنضيف الطحين شويه بشويه، نضيف واحد الكميه الاولانيه ونخلطها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، غير بالفوايف في الاول، ومن بعد غادي نحيدو وغادي نخدم بيديا. هنا غادي نضيف الكاكاو، عندي 3 ديال المعالق اللي هما كبارين ديال الكاكاو، نوعيه جيده. ممكن انكم تضيفوا الى كان الكاكاو شويه النوعيه ديالو شويه ماشي مزيانه، تقدروا انكم تضيفوا عليه، لان خاص الفقيقسات ديالنا يجيو سميتو اللون ديالهم باين، المذاق ديال الكاكاو باين. هنايا درت الكاكاو، زدت عليه واحد شويه ديال الطحين وهذيك الخماره اللي عندنا هنا، راه الخماره اللي استعملت من فئه 8 غرام. وغادي نبدا انني كنجمع الخليط غير بالرؤوسه ديال الصباع ديالي، حيت لان الحلوى بصفه عامه ما كتدلكش، نحاولوا غير بالرؤوس ديال الصباع ديالنا اننا كنجمعوا شويه بشويه. من بعد غادي نضيف واحد الكميه ديال الطحين، وهكا غادي نبقى انني تنجمع العجينه ديالي غير شويه بشويه. كما قلت لكم راه الطحين ماشي كله بحال كل نوع والشكل ديالو، كاين نوع اللي هو تيشرب دغيا، وكاين نوع اللي هويا ما كيشربش، كتزيدي على الكميه اللي عندك. من بعد ما جمعت العجينه ديالي فهي كتجي على هذا الشكل هذا، راه رطبه يعني ماشي قاصحه وماشي كميه ديال الطحين اللي هي كثيره. غنخليها ترتاح واحد شويه، ومن بعد غادي نبدا نقطع في العجينه ديالي طريفات باش غادي نشكل من بعد منهم حريبلات. كيف ما كتشوفوا راه حنايا في المقادير درنا فيهم الخميره، يعني الحريبلات اللي غنديروا نحاولوا اننا ناخذوا بالعين الاعتبار الخميره اللي غادي تخمر ملي غادي تدخل الفران. بغيتوهم صغيورين فانتم غادي ديروا حريبلات صغيورين كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا، بغيتو ديروهم كبر من هذا القياس هذا غادي تزيدوا في الحريبلات يكونوا غلاضين على هذا. من بعد ما صاوبت الحريبلات ديالي ديال الفقاص، درتهم في واحد اللاطه اللي انا مغلفاها بالورقه الطبخ، وغادي نقاد الحريبات على القياس ديال الطاوه ديالي، غادي نستفهم كاملين، ومن بعد غادي ندخلهم الفران. انا عندي الفران ديال الغاز راني سميتو شعلته شويه يسخن، وغادي نديرهم حتى شويه يتشمعوا من التحت، نشعل عليهم من الفوق غير شويه يتشمعوا، تيجيو على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا راهم ماشي طيبين ماشي قاصحين، راهم مازالين رطبين باش يجيونا ساهلين في التقطيع. هنايا الفقيقسات ديالي من بعد ما تشمعوا في الفران انا خليتهم حتى بردوا، عاد بديت كنقطع فيهم. حاولوا انكم تقطعوهم بشي موصل اللي يكون هو جديد ماضي، يعني باش ما يكونش عندكم الكسور في الفقاس ديالكم.
والناس اللي هما محترفين بطبيعه الحال راه عندهم الكوتر كيقطعوا به، فهو احسن واحسن الا كان عندكم يكون احسن من الموس. هنايا كيف ما كتشوفوا كنقطعهم على هذا القياس هذا، ما بغيتهمش يكونوا كبارين، يعني في قيقصات اللي يجيوني في عاشوره ان شاء الله. كما كتشوفوا كنقطعهم هكا مائلين، ممكن انكم تقطعوهم يجيو مدورين. انا ما بغيتش نديرهم مدورين باش يكون عندي الفرق ما بين هذا الفقاس هذا والفقاس الاخر. هنايا غادي ندخلهم الفران حتى يطيبوا، ومن بعد نشوفوا في الشكل النهائي. ندوزو هنايا المقادير ديال الفقاس بالزبيب واللوز. عندي نص كاس ديال الزيت، عندي 500 غرام ديال الطحين، عندي الساشي ديال الروح ديال الزهر اللي ما عندوش يستعمل الزهر العادي، عندي 50 غرام ديال الزبيب اللي قطعته هكا قطع صغيره، وعندي 100 غرام ديال اللوز كذلك قطعته قطع صغيره، عندي 200 غرام ديال الزبده، قبيصه ديال الملح، جوج ديال البيضات اللي يكونوا متوسطين بطبيعه الحال بحراره المطبخ، لا الزبده ولا البيض، وعندي كاس ونص ديال السكر الثقيل او السكر كلاصي. هنايا في واحد القصريه اول حاجه درتها هي الزبده، قبيصه ديال الملح والسكر كلاصي، وغادي نخدمهم مزيان. انا عندي الزبده هنايا بحراره المطبخ فهي كتجي سهله انها تخدم، ومن بعد غادي نضيف عليها الزيت. عندي هنا نص كاس ديال الزيت النباتيه، وبطبيعه الحال غادي نخدمهم مزيان حتى ينسجموا ليا الزيت مع الزبده مع السكر. هنايا السكر كلاصي فهو كيجي سهل في الخدمه لانه مطحون، فهو دغيا كينسجم ليا مع الزبده ودغيا كيدوب. من بعد ما خلطت هاد المكونات هادو غنضيف عليهم هنايا جوج ديال البيضات، كيف ما كتشوفوا فهم هي الحجم ديالهم متوسط، وبطبيعه الحال بحراره المطبخ. غادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان مع بعضياتهم حتى نحصل على واحد بوماد كيف ما كتشوفوا، اولا عجينه كيف ما كتشوفوا. خدمتها مزيان حتى تقادات. من بعد غادي نبدا نضيف هنايا في النواشف. اول حاجه غادي نضيفها هي الزبيب واللوز. قبل منهم هنايا ضفت هذاك الساشي ديال الروح ديال الزهر، فهو كيعطي واحد النسمه زوينه الصراحه. اذا عندكم ما زهر ضيفوا ما زهر فحتى هو كيجي زوين. من بعد ما خلطناهم بحال هكا دابا غادي نبداو اننا نضيفوا الطحين شويه بشويه، ما نضيفوهش دفعه واحده على حسب النوعيه ديال الطحين اللي حنا خدامين بها. غادي كنجمعهم شويه بشويه، وما غاديش نكثر الطحين باش ما تجينيش العجينه قاصحه. خص العجينه تجي شويه لينه شويه رطبه، لان قاصحه غادي يبدا هذاك اللوز والزبيب كيتفرتت وكيخرج من العجينه، يعني ما غاديش يبقى ملي غنجيو نحربلوه ما غاديش يبقى شاد لينا، وحتى في الطياب راه ما غاديش يجي مزيان. هنايا من بعد ما خلطت العجينه ديالي كامله دخلت لي 500 غرام ديال الطحين، غادي نخليها على جنب حتى ترتاح لي واحد شويه. عاد من بعد غادي نقطع هاد العجينه ديالي القطع اللي هي تكون متساويه على حسب سميتو القياس ديال الحريبلات اللي عندي، لان الحريبلات كنديرهم على حسب الطاوه. انا عندي طاوه ديال الفران اللي هي صغيره ماشي كبيره بزاف، فكندير القياس اللي هو صغير على حسب الطاوه ديالي. وبطبيعه الحال الحريبلات غادي نديرهم هكا صغارين ماشي كبارين بزاف. وعندي هنايا واحد البلاطو اللي غلفته غير ببلاستيك ديال المطبخ ديال الفريغو اللي كنستعملو في الفريغو، ومن بعد نبقى نحط فيهم هاد الحريبلات هادو وحده بوحده حتى غادي نكمل، وغادي نخشيهم في الفريغو. غنحطهم في الفريغو يبقى حتى يجمد ليا هاد الحريبلات هادو. نحاولوا انهم في الاول ما يجمدوش بزاف، نخرجوهم نعاودوا اننا نحربلوهم باش ما يجيوناش سميتو متلتين، انما يجيو دايرين. هنايا من بعد ما كملت هنايا راه غادي ندخلهم سميتو الفريغو كما قلت لكم تيجمدوا. خرجهم نعاود انني ندوزهم شويه بيديا ونرجعهم سميتو الفريغو حتى يجمدوا. هنا من بعد ما الفقاس ديالي ها هو راه جمد بواحد المص ماضي اولا اللي عندها الكوتر تخدم به، فغادي تبقاو ديروا القياس ديال سميتو الفقاس اللي بغيتو. كيف ما كتشوفوا هكايا كيتقطع بكل سهوله، ما كيعذب ما حتى شي حاجه. من بعد ما غادي نقطع هذا الفقاس هذا غادي نستفو في الطاوه ديالي، ماشي شرط انه يكون بعيد لان ما حنا ما دايرينش فيه الخميره، فهو غادي يبقى محافظ على القياس ديالو. غندخلو الفران يطيب من التحت ومن بعد يتحمر ليا شويه من الفوق. هذه هي النتيجه النهائيه ديال الفقاقسات ديالنا، الفقاس ديال الشكل
الشكلاط واللوز كيجي زوين. المذاق ديال الكاكاو خاصه الناس اللي كيعجبهم المذاق ديال الشكلاط فهو كيجي غزال. الفقاص الاخر ديال الزبيب وديال اللوز فهو تيجي على هذا الشكل هذا، كيجي محمر وزوين والمذاق ديالو ما نقول لكمش عليه، خاصه مع داك الروح ديال الزهر. حد هنا الوصفات ديالنا كيساليو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ويكون فيديو اللي هو من بعد مده طويله حطيته ويكون يعجبكم. كنتمنى لا اول مره كتشوفوا القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، والناس اللي كيشاهدوا القناه وديجا مشتركين نقول لكم شكرا لكم بزاف، وما تنساوناش من لي لايك. اقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم بمشيئه الله، وسنه سعيده.